جهز حالك عشان تسمع القصة اللي ما راح تخليك تنام الليل. روزانا هي اتطلقت وخطفت ابنها رهوان اللي كان عمره بس 4 سنوات من جوزها، وقطعت اتصالاته كاملة مع أبوه أو أي حدا من عيلته. بعد هيك روزانا قطعت الأعضاء الذكورية لابنها رهوان بحجة إنها بدها إياه يكون بنت مش شاب. وبسنة 2019 قررت روزانا إنها تصير مثلية، وكانت عايشة مع شريكتها أو زوجتها كاستيلا. ورهوان كان نايم بأمان، ما كان بيعرف إنه هاي آخر لحظات بحياته عشان ينطعن بدون أي رحمة. ويا ريت وقفت القصة هون. تخيل إنها روزانا هي وزوجتها قطعوا رهوان لشقف صغيرة وشووا شوية أجزاء منه وأكلوها، والباقي كانوا ناويين يرموها بالمجاري. بس بيوم الجريمة الجيران لاحظوا انه في تصرفات غريبة قاعدة بتصير داخل البيت، فرأسا بلغوا الشرطة، واجوا الشرطة واقتحموا البيت عشان يلاقوا جثة رهوان مقطعة لقطع صغيرة. وبشهر 11 من 2020 المحكمة بتصدر حكم على روزانا وشريكتها بالحبس لمدة 65 سنة بتهمة القتل العمد والتعذيب والتشويه وإخفاء الجثة. وانت احكي لي، بتشوف هذا الحكم عادل وكافي للأم روزانا؟